ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا صباح السعادة، صباح هنا على حضراتكم والورد والنشاط، صباحكم معطر بذكر الله. اذكروا الله وصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. النهارده هنعمل حواوشي في البيت، طعم حلو جدا، أحلى من بره 60,000 مرة، وبعيش العادي بتاع الفرن بتاعنا. تعالوا نشوف الفيديو مع بعض ونشوف المكونات. أنا معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة أهو، تمام. معايا كمية من البصل كده محترمة كده، عملت دول حوالي 5 بصلات وسط، فرمتهم في الكب بتاعتي. طبعا معايا كمية برضو فلفل كويسة، منها حراق على عادي، لو حبيت حضرتك حابة ما تحطش حراق ما فيش مشكلة، دي تبع ايه ما انت عايزه. معايا كمان شويه من هرسه الفلفل الاحمر اللي انا عاملاها. طبعا صفيت الميه منها، وطبعا هصفي تاني لان بينزل منها ميه، هي لازم تصفي الميه خالص من الحاجه بتاعتك عشان ما يبقاش فيها ميه والعيش معاكي يبوظ. هبدأ انزل ان شاء الله المكونات اللي هي البصل، بسم الله الرحمن الرحيم، على اللحمه، ولازم تتبل قبل ما تستعمليها حضرتك بساعتين على الاقل عشان يبقى طعمها حلو. هنزل بالبصل كده المفروم، بعد كده الفلفل المفروم، وبرده لو لقيت فيه ميه هصفي الميه اللي فيه خالص تماما اهو. حضرتك تقدري تعملي ميكس بقى بين الحراق زي ما قلت لحضراتكم والعادي، او العادي فقط لو انت ما بتحبيش الحراق. واحط طبعا الفلفل الاحمر، وكمان معلقه من الثوم كده حبايبي. حطيت البصل، الفلفل الاخضر، معلقه هرسه الفلفل الاحمر احنا عاملينها مع بعض، الثوم المفروم معلقه كبيره. هنزل بقى بالبهارات بتاعتي اللي هي عباره عن الفلفل الاسود اهو، شويه من بهارات اللحمه او بهارات حواوشي لو عندك، تنفع دي او دي طبعا ما انت عايزه يعني. شويه من الكمون صغيرين، شويه بهارات، اي بهارات حضرتك عايزه تحطيها حطي، بتبقى طعمها حلو جدا. طبعا الملح مش هنسى الملح. وهبدا اعجن كل المكونات دي مع بعض اهو. وما تنسيش كمان هحط كمان معلقه من الطحينه. طب ليه يا لولو بقى الطحينه علشان ان هي ما تخليش العيش بتاعك يبقى بايش، يبقى طالع مقرمش معاك وحلو. فانا هحط معلقه من الطحينه، بسم الله الرحمن الرحيم اهي. معلقه الطحينه هتخلي معاك الحوشه طعمها حلو جدا ان شاء الله، جربيه اهو تمام. هعجن بقى كل المكونات دي مع بعض وارجع لحضرتك. زي ما انتم شايفين يا بنات، انا عجنتها في طبق بلاستيك واسع شويه عشان اعرف اقلبها كويس. هحطها على رف التلاجة لمده ساعتين، ونرجع مع بعض نشوف هنكمل الحواوشي ازاي. خليكي معايا يا حبايبي. هبدا بقى خلاص، قعدتها ساعتين بالظبط في التلاجة عشان طبعا تاكل تشرب من بعضها كده، تبقى طعمها حلو. عندي العيش، اي عيش حضرتك تحبيه، انا عندي عيش ابيض صغير ده حلو جدا بتاع السندوتشات، تحطها في الفريزر، فهبدا اعمل منه اي عيش حضرتك تحبي تعمليه اعمليه تمام. بلدي ماشي، ابيض ماشي، عيش الحواشي اللي بتشترى جاهز ماشي، زي ما تحب. هفتحه زي ما انتم شايفين حضراتكم كده من قلبه اهو اهو تمام. وهبدا احشي، اخد قطعه بقى من اللحمه كده، وهبدا احط جوه الرغيف، بسم الله الرحمن الرحيم اهو، وابطط كده جواه. ولو احتاج هقوم حاطه كمان شويه تاني لغايه ما املى الرغيف كله. افرش اللحمه كلها في قلب الرغيف اهو، وانتم شايفين حضراتكم اهو. هحط كمان حته قطعه برضو عشان يبقى الرغيف مليان كده وكويس اهو. مش هطلع كده اللحمه بره طبعا عشان ايه تبقى جوه الرغيف بس تمام، زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. وهملى الرغيف تماما من كل الاطراف اهو. هعمل بقى الباقي وارجع لحضراتكم تاني. خلصت الكميه بتاعتي كلها، مليت كل العيش اهو زي ما انتم شايفين حضراتكم. عايزه بس اوريهولكم اهو تمام. في نفس الرغيف برضو اهوت تمام. مليت كل العيش طبعا. رققت الطبق شويه علشان بس لما يجي يستوي يبقى معاكي مظبوط يعني. عملت كل الكميه دي كلها. حطيت مقلايه على النار فيها معلقه من السمنه، لو حابه تعملي بزيت تمام اعملي بزيت. انا هعمله على البوتاجاز مش هعمله في الفرن. حابه حضرتك تبصيه في صوب وتدخليه الفرن مفيش اي مشكله، سواء كده او كده هو شغال معاك ان شاء الله. اول ما تسخن النار هبدا انزل بالعيش بتاعي، بسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وهدي عليه النار خالص واسيبه واغطي عليه، وبعد كده تعالوا نشوفه مع بعض ان شاء الله. في الطاسه زي ما قلت لكم على البوتاجاز، حابه انت حضرتك تعمليه في الفرن تمام، في الطاسه تمام. عملت جنب سلطه الطحينه مخلل طبعا وشيبسي، وزي ما انتم عارفين مش دي الكميه، بس انا عامله كميه كويسه يعني نص كيلو، عمل كويسه محترمه جدا. تقدري تاكلي بيتك بنص كيلو لحمه مفرومه، يعني سهله جدا واقتصاديه جدا، غير ما انت هتيجي تشتريها من بره هتلاقي الفلوس اوفر كتير جدا. دمتم في رعايه الله، ما تنسوش في اللايك والاشتراك في القناه، ويا رب دايما اشوفكم بخير وبصحه وسعاده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.